محصول الفول البلدي بمحافظة الفيوم. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. الفول البلدي هنا في الفيوم قرن وحرش زي ما حضراتكم شايفين. ادي الفول اهو، يعني هبابة ويتحصد ان شاء الله. طبعا الفول البلدي ما كانتش الفيوم بتزرع فترة طويلة من الزمن، من حوالي 20 سنة، لانه كان في حاجة اسمها بيقولوا هلوك، والهلوك ده بيطلع بين الفول بيهلكوا، يعني نظرا لتسميته بالهلوك ما بيخليش لا ابيض ولا اسود. وطبعا الناس اتجهت لزراعته بقى لها 5 6 سنين ماضية. بدأ الهلوك يروح، ما بيطلعش تاني زي زمان. الفول البلدي الفدان بيجيب انتاجية لحد 18 اردب. بسم الله ما شاء الله، يعني الاردب سواء يبقى ب10 وسواء يبقى ب8 وسواء يبقى ب7 وسواء يبقى يصل اكتر من كده واقل من كده حسب العرض والطلب. فزراعة الفول يعني حلوة وجميلة وبتجيب محصول بسم الله ما شاء الله، بجانب زراعة القمح وهكذا. لما تدور بقى الفول بيتزرع من 15/10 ل15/11، ما بياخدش البدان، بياخد له شكرتين نشادر وبيتحرط وبيتشق على الخط. بس بسم الله ما شاء الله يفضل لحد ما يتحصد. إن كان بيتعزق مرة ولا 2، والمية بتاعته اقتصادية، بيشرب كل 15 يوم وفي الأول كل 21 يوم. وزي ما حضراتكم شايفين هو كده الفول قرب يطيب، يعني ما شاء الله. يعني القرون اهي اصفرت ومحملة بالرمل، اللهم صل على النبي. هنا طبعا الفيومية وشمال الصعيد كله بدأ يتجه لزراعة الفول، لأنه بيكسب معاهم. الفدان لما يجيب له 18 مثلا دب تحسب له معاه كتير، وفي نفس الوقت ما بيصرفش كتير، حتى حصاده سهل مش صعب مثلا زي حصاد القمح ولا الكلام ده كله. فاحنا لما بنلقي الضوء على مثل هذه المحاصيل وندعو الناس ان بجانب القمح وبرضه البرسيم اللي هو الربيع يزرعوا الفول، لأن الفول أساسا ما بيكلفش كتير، وفي نفس الوقت بيدي إنتاجية عالية، بيدي إنتاجية عالية بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. ادي محصول الفول عندنا هنا في الفيوم. الناس يعني السنة دي بمحافظة الفيوم زرعت مساحات هائلة كبيرة جدا، لا لأنه كسب معاهم بقاله كذا سنة. شوف ما شاء الله القرون، القرون حقنت هيدي بسم الله ما شاء الله. طبعا في ناس بتحصد الفول أخضر وتبيعه كده، الكيلو دلوقتي مثلا شغال على 10 جنيه أخضر، الناس اللي بياكلوا واللي بيطبخ فولية والكلام ده كليته. وفي ناس بقى بتخليه زي كده لما تحصده وينشفوه ويبيعوه فول ياخدوه المطاعم. يعني بيسد عجز كبير، لأن استيراد الفول المصري علياته فول إنجليزي. لكن هو بعد الفول البلدي مشاهدي ومتابعي الكرام ما تقلبش، لأنها بتبقى حقنة وغليظة. حبيتها بسم الله ما شاء الله غليظة وحقنة، بترمي إنتاجية كتيرة، حتى إن طعمها بيبقى أحسن من طعم الفول الإنجليزي كذا مرة، مش مرة ولا 2. زي انت كده الفول البلدي وزي الفول الانجليزي. هي المطاعم بتفضل الفول الانجليزي عشان رخيص شوية عن الفول البلدي، بيجي سعره متواضع شوية. لكن احنا لما نزرع فول في بلدنا مصر العزيزة، طب ما دي حاجة حلوة في نفس ذات الوقت، ان بتوفر دولارات اللي احنا يعني بنستورد بها، نوفرها لمصر تنفع مصر. يبقى نعمل اقتصاد من كل حاجة. الفول يبقى عندنا اكتفاء ذاتي من الفول، القمح عندنا اكتفاء ذاتي من القمح، وهكذا. بندعو الناس طبعا لزراعة الفول بجوار زراعة القمح، لأنه ده محصول هايل وكويس جدا، وبسم الله ما شاء الله عليه، يعني حاجة جميلة جدا. زي ما حضراتكم شايفين، نسيبكم مع الكاميرا شوية اتفرجوا على هذا المحصول. اللهم صل على النبي. بنا وبكم يتجدد اللقاء، دمتم في أمان الله.